وتعالى والحمد لله والآخرة والمغفرة وهي المغفرة. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا سبحانه وتعالى وأتوب وأصلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، احنا طبعا معانا سلسلة ندعو الله ربنا يعين علينا. تكلمنا في اللقاءين السابقين وبدأنا في سورة الفاتحة، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى سماها الصلاة. وبدأنا في الحديث قلنا طالما هي سورة سهلة وهي القرآن، الشيء يعني أصله. وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتسمى أيضا القرآن لأن هي أصل القرآن كله. فقلنا نحاول نفهمها. بدأنا من اللقاءين السابقين في بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا ان الباء الاستعانة يعني استعين، يعني معنى ايه؟ اطلب العون او ابدا الفعل باسم الله. وقلنا ان اسم الله اذا قلت بسم الله يبقى طلبت الاستعانة بجميع اسماء الله مطلقا. لكن انت بتتكلم عن الرحمن الرحيم دي هناخدها النهارده. بس انا هقول قفشه صغيره كده الا ايه؟ معلش عشان بالنا من الاول. اسم بعض الناس لما نيجي نتولد لما المولود ربنا يحفظ جميع وانا اسمي المولود هنا اي اسم ساعه ما بنسميه يعني بنعلمه. يبقى اسم معناه سنه من العلامه، يعني عشان ما يخلطش العيال بقى عارفين فلان ده الولد ده فلان. فالاسم في جميع المخلوقات بمعنى العلامه، لكن بمعنى الله جاي من السمو. يعني لان انا لو قلت ان انا سميت ربنا على علامته ما ينفعش. ليه؟ لان انا ساعه ما بعلم الاشياء الذي له اول واخر واعرف محيطه. اعلم ابني، اعلم بيتي، اسمي شارعنا، اسمي مدينتنا، يبقى سميت بمعنى علامه. يبقى ده من السمه، الاسم ده من السمه يعني العلامه. لكن في حق الله اسمه من ايه؟ من السمو، من السمو. عشان كده اسم اذا اضيف الى الله تسقط منه الالف. ركز الحته الالفيه دي اول. تيجي تكتب بسم الله الرحمن الرحيم ايه؟ بسم الله، اسم الالف زي ايه؟ في السين على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. انما لو اضيف اسم الى غير الله كنت في الف. تقول لك اقرا باسم ربك الذي خلق. بص كده في المصحف اقول مثلا باسم الخالق، هنا لازم تبقى باسم، تحط باسم. فهمتوا كلامي؟ يبقى ايه القفشه دي ليه؟ لأن إذا كان الاسم لله فالاستعانة متصلة فتسقط الألف لكسرة الاستعمال عند الطاعة. قلنا عليها كسر ده تاني المعلومة دي سيبت. يبقى اسم الله إذا قلت بسم الله تسقط إيه؟ الألف. لكن إذا قلت بحاجة غير باسم غير الله، يعني باسم السميع، باسم القادر، باسم الخالق، باسم المقتدر، باسم أي شيء، باسم الملك، باسم الوزير، باسم الرئيس، تبقى الألف كما هي. جميل. احنا بقى النهارده عايزين نفهم يعني ايه رحمن ويعني ايه رحيم بالراحه قوي عشان تشوفوا انت بتتكلم عن ايه. الرحمن الالف كلمه الف. هنا الالف اللغه العربيه عندنا لها معاني كتير قوي، بس في لفظ الرحمن والرحيم بالذات لها معنى خاص. يعني هل الالف واللام للتعريف؟ يعني الله ده كان نكره وعرفناه، زي مثلا شارع بقى الشارع كان معرفه نكرناه ولا الله معرفه اصلا، فما تنفعش معاه الالف واللام تبقى معرفه. طيب ما ايه؟ نقول قال الجنسيه، يعني يقصد بها جنس الرحمه في الله. خدت بالك معايا؟ معنى ذلك انك زي ما بنقول الرجل مثلا اقوى من المراه، يبقى جنس الراجل الالف هنا اسمها الالف بالجنسيه. قول له ما تنفعش برضه مع ربنا. طب ما مع ربنا قال دي اللي هي الرحمن الرحيم والخالق دي الالف واللام يقصد بها ايه؟ قول له يقصد بها بمعنى اسم موصول بمعنى الذي. زي بتقول ايه؟ جاء الناجح، يبقى الذي جاء، يبقى الف واللام اسم موصول بمعنى ايه؟ الذي. يبقى في حق يبقى بيقول له الذي يرحم، يبقى باسم الذي يرحم. ساعه نقول بسم الله الرحمن الرحيم يبقى باسم ايه؟ باسم الذي يرحم. او ذو، او بمعنى صاحب، بمعنى ذو اي ذو رحمه، يبقى باسم الذي ذو رحمه اللي عنده الرحمه كلها. جميل. طيب يبقى الالف واللام بمعنى ايه؟ خلينا نقول عليها موصوله بمعنى الذي، يبقى نقول باسم الذي يرحم، باسم الذي يرحم. جميل قوي. بعد الصلاه سمع الله. طب ايه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ واحنا ساعه ما نيجي نوصف نفسنا يقول لك فلان رحيم، لكن ده اسمه فلان رحمن. فلان ده قلبه رحيم كده وقلبه حنين. فاهمين قصدي؟ ليه؟ لان الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، فهي ذلك يقول الرحمن في الدنيا
ليه؟ لأن الله رحمته واسعة ايه؟ يبقى بسم الله الذي يرحم الدنيا كلها، فالرحمن اسمه أشمل من الرحيم. إنما الرحيم اسمه قليل قوي، بيرحم ناس قليلة. ليه؟ لأن رحمة الله في الآخرة هتبقى مختصة بمين؟ بالذين دخلوا الجنة بس. تاني وصلوا وسلم على رسول الله. يبقى الرحمن كلمة واسعة، والرحيم كلمة صغيرة. الرحمن تخص رحمة الله في الدنيا، لأن رحمة ربنا ورحمته وسعت كل شيء، زي ما قلت إن الله قسم الرحمة 99 جزءا. خلاص؟ قسم الرحمة كان 100 جزء، قسم الرحمة 100 جزء. احتفظ لنفسه سبحانه وتعالى ب99 جزءا. سبحان الذي يرحم، سبحان الذي يرحم حتى الكافر، رحمته وسعت كل شيء حتى الكافر. فأنزل إلى الأرض جزء واحد. الأرض كلها دي محكومة كلها بجزء واحد على 100 من رحمة الله. لما انت ترحمني انا كضعيف، انت بواحد من 100 من رحمه ربنا. انت بترحم حيوان، قطه بتعيط، قلت كده هتموت الحاجه وتطعمها، من رحمه الله في قلبك اللي واحد على 100 من رحمه الله. انزل الله جزءا واحدا به يتراحم الخلائق، واحتفظ لنفسه 99. فلما اقول بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى انا بطلب ايه؟ بطلب من الله الرحمه التي وعد بها عباده كلها في الدنيا، مهما كان نوعه ومهما كان جنسه ومهما كان مخلوقه، فالله وعد الجميع بالرحمة. الله وعد الجميع بالرحمة، والرحمة التي وعدها المؤمنين يوم القيامة اللي هو الرحيم. يبقى نقول ايه بقى معنى الرحمن؟ يبقى الرحمن هو الذي يرحم في الدنيا، والرحيم هو الذي يرحم في الآخرة. فقالوا يبقى الكلمة الأولية أوسع والثانية أعم. يبقى أنت عايز منه إيه؟ يصلي بينا بقى على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أشرب شربة ماء جميلة وبسم الله الرحمن الرحيم. طلبت إيه؟ طلبت يرحمني بها في الدنيا من الرحمن، والرحيم أن يجعل لي بها أجرا يوم القيامة. يبقى أنت طلبت طلبين في وقت واحد. ساعة ما بتيجي تعمل عمل بتطلب طلبين إيه؟ ربنا يجعلها رحمة لك في الدنيا ويجعلها رحمة لك فين؟ طلبت طلبين في إيه؟ في وقت واحد. الله، ده هو ده اللي النبي قاله صلى الله عليه وسلم. قال ايه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلوا على من اعطانا افضل شيء في دنيانا وكفى بالاسلام نعمه. يقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ كل عمل ذو بال لا يبدا ببسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك مش بيجي الرحمن، لا يبدا ببسم الله. عشان كده قلت لكم من السنه التي وردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله بس. فهو ابطر يعني ايه؟ ملوش دين، ملوش بقيه. يقول لك حيوان ابطر يعني قطعنا دينه. يعني ايه؟ يعني اللي ما يقولش يعمل حاجه من غير ما يقول بسم الله فليس له اجر يوم القيامه. فكأن بسم الله تحولك من اجور الدنيا الى اجور الاخره. يبقى ايه الكلمه دي؟ ده الكلمه دي نيه، ده الكلمه دي عمل صالح، ده الكلمه دي ذكر. ولذلك الفقهاء عندنا قالوا كفى بها. عشان كده قلت انا في اللقاءين السابقين ليه ما قلناش انا باسم السميع ويصح، باسم العليم ويصح. فكرت معايا يعني عندنا في القراءات اولادنا يجوز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه يصح. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويصح. اعوذ بالله ممكن يصح، كلها انت تستجير بالله وتستعيذ بالله برضه بسمله، لكن لورودها بنص معين. وقالوا وهي سنه نبي الله سليمان. اللفظ ده سنة مين؟ ليه؟ لأن هو الوحيد اللي بدأها، وهو الوحيد الذي قالها. وكل ما جاء قبل رسول الله وسكت عنه رسول الله فكأن الرسول يقره. لأن سيدنا سليمان قال إيه؟ قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني إيه؟ مسلمين. يبقى احنا أي عمل نبدأ بإيه؟ بسم الله. طب لو كنا نقرأ الفاتحة فمن باب أولى أن نبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم حتى نحصل على رحمة الدنيا ورحمة الله، رحمة الدنيا الواسعة والرحمة الآخرة المخصصة. محدش يقول لي إن المفروض يبقى في الآخرة أوسع ولا لا؟ لأن إذا كان في هيبقى مثلا 100 مليار بني آدم موجودين في يوم الحشر، هل كلهم يطرحوا؟ لا، خلي بالكم إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا إن إحنا هنبقى شوية قليلين كده قال إنما مثلكم ومثل الأمم قبلكم كمثل الشعرة البيضاء في ظهر الثوب الأسود. أنت تروح فين في الأعداد؟ طب معنى ذلك إن الرحمة ستكون مخصوصة، فعشان كده كانت الرحمة في الآخرة إيه؟ قليلة. الحاجة الثانية إن ربنا سيكون قد غضب سبحانه وتعالى يوم القيامة بنص الحديث إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب من قبل القبل، حديث طويل.
فالرحمة هتكون فين؟ لن تكون الرحمة إلا بعد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قبل ما النبي يشفع هيكون في غضب، قبل ما النبي ما يتدخل الشفاعة هيكون في غضب، لكن الرحمة اللي في الآخرة هتبدأ إمتى؟ بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو الله سبحانه وتعالى إنه يعيننا على الإصلاح وعلى الصلاح، وندعوه سبحانه وتعالى أن يغفر لنا زلاتنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يعيننا على إتمام رمضان، وندعوه سبحانه وتعالى أن يتقبل منا القيام ويجعلنا من العتقاء من النار، وندعوه ونرجوه وندعوه ونظل نرجوه ألا يحرمنا ثواب ليلة القدر. اللهم ارزقنا ثواب ليلة القدر كاملا غير منقوص، واغفر لنا زلاتنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا إلى الصلاة. تقبل الله منا صالح الأعمال.